فيها رهانات كبيرة جدا. آخر دورة في الولايات التشريعية في الولاية ديال الحادية عشرة، الرهان الأساسي فيها هو استكمال المشاريع الإصلاحية على مستوى التشريع. كتعرفوا على أن وزارة العدل في إطار إصلاح منظومة القضاء رجبت واحد العدد ديال القوانين اللي هي كثير جدا، باقي واحد 5 ولا 6 قوانين ديال منظومة العدالة اللي غادي يجيو إن شاء الله خصنا نخدموا عليهم. كذلك هناك قوانين أخرى جديدة تسمتوا البارح كشفنا البحث تبعنا كاملين المجلس الوزاري الذي ترأسه جلالة الملك، شف واحد العدد ديال الاتفاقيات الدولية التي أقرها المجلس، وكذلك تعديلات على 2 قوانين تنظيمية ثم غادي يجيو هذه السيمانه ان شاء الله الى البرلمان. اذن هناك عمل تشريعي كبير جدا من المنتظر ان يقوم به البرلمان. زياده كذلك على ان البرلمان ان رئيس الحكومه هذه اخر دوره في اخر ولايه في هذه الولايات التشريعيه. اذا دازت 5 سنين بدانا نعطيو الحصيله. غادي يجي كذلك رئيس الحكومه للبرلمان باش يعطي الحصيله ديال الحكومه لمده 5 سنوات، وغيتبع نقاش اللي هو غادي يكون نقاش سياسي اللي يشوفونا مواطن اللي يبانوا للمغاربه مواطن الضعف ومواطن القوه فيما يخص ما انجزته هذه الحكومه. باش يوصلك جديد فيديوهات الانباء تيفي تابونوا معنا في لاشين يوتيوب وفعلوا الجرس.